قبل ما نبدأ خد نفس عميق، لأن من اللحظة دي مفيش رجوع. في ناس بتدور على الرعب، وفي ناس الرعب هو اللي بيدور عليهم. ولو انت بتسمعني دلوقتي يبقى انت من النوع التاني. أنا محمد، ودي قناة الإشارة السوداء، المكان اللي الضلمة فيه مش خلفية، ده باب بيتفتح ويسحبك جواه. هنا قصص وحكايات اتقفلت فجأة، أسرار لسه بتتنفس في الضلمة، وحكايات محدش كملها للنهاية. فلو قلبك ثابت اقعد وركز وما تتلفتش وراك، لان اللي جاي اعمق واخطر من مجرد قصة وحكاية. وقبل ما نفتح الصفحة الاولى من حكايتنا، لو انت لسه جديد هنا انزل تحت واضغط اشتراك وفعل الجرس علشان توصلك كل الحكايات اللي بنحكيها بصوت واحد، الصوت اللي لسه بيهمس جوه الضلمة، صوت الإشارة السوداء. يلا نبدأ. كانت المستشفى القديمة في آخر الشارع مقفولة من سنين، الناس كانت بتعدي قصادها بسرعة، كأن المبنى نفسه بيتنفس ريحة الموت. لكن سامح شاب شغال في توصيل طلبيات بالليل كان لازم يعدي من قدامها يوميا، لحد الليلة اللي الجو فيها اتقلب والدنيا غرقت مطر والشوارع اتقفل بسبب حوادث. اضطر سامح يدخل من جنب المستشفى عشان يختصر الطريق، والباب الجانبي كان مفتوح. مجرد ما دخل سمع صوت حاجة بتتزحلق على الأرض، بعد كده صوت خربشة، بعد كده حاجة شبه التنهيدة بتستقر في ودنه كأنها بتهمس باسمه. وما بين الممرات كانت الإضاءة مقطوعة ما عدا ممر واحد، ممر رقم 2، نور ضعيف أصفر بيطفي ويولع، وفي آخره باب غرفة العمليات. سامح حاول يرجع لكن حس بخطوات وراه، خطوات خفيفة بسرعة زيادة لحد ما وقف. التفت وراه، مفيش حد، إلا إن الأرض كانت متخربشة بآثار أقدام مبلولة بدم. اتسمرت رجليه وقلبه خبط في صدره. سمع صوت الباب اللي في آخر الممر بيتفتح ببطء، وصوت معدن بيتسحب على الأرض، وكأن حد بيجر مشرط كبير مش بيمشي برجليه. وبعدين ظهر ظهر جسم طويل لابس بلطو الدكاترة، بس باين عليه متقطع ومليان بقع سودا. الوش مش وش أصلا، فتحة فاضية ولحم باين، وكأن الجمجمة مفتوحة وملزقينها بأي شكل. الإيد الإيد ماسكة مشرط ونازل منه دم طازة كأنه لسه مستخدمه من ثواني. قلب صوت خشن بيميل للصفار: الدور عليك، دورك في العملية. سامح جري، لكنه لاحظ حاجة وهو بيجري: إن كل باب بيمر عليه بيقفله من نفسه، كأن المستشفى نفسها حبسته. وصل لأوضة الطوارئ، وقف لأنه شاف جريمة بشعة: سرير عمليات وعليه جثة مقطعة، بس الجثة كانت بتتحرك، ايديها بتمسك في الهوا كأنها بتطلب حد ينقذها. وفجأة الباب اتقفل وراه، والدكتور المشوه دخل ورفع المشرط وقال: محدش بيخرج من هنا كامل. كان آخر صوت اتسمع وهو صوت السكينة وهي بتشق الجلد، وصوت سمح وهو بيصرخ صرخة قطعت سكون المستشفى. والغريب ان بعدها بيوم لقوا الموتوسيكل بتاعه بره، بس هو نفسه اختفى. والناس اللي بتمشي قدام المستشفى بقت تقول انها بتسمع صرخته جوه، وبتشوف اثار دم جديدة على الارض كل ليلة. بعد اختفاء سامح المستشفى بقت اغرب. الناس اللي ساكنين حواليها بقوا يسمعوا صوت عربيات اسعاف قديمة بتمر قدام المبنى رغم ان مفيش حد بيشغلها. والاغرب ان الصوت بيقف دايما الساعة 3 الفجر، ويبدأ بعدها طنين خفيف زي صوت أجهزة قياس نبض، بس النبض ده لو ركزت هتلاقيه أسرع من الطبيعي، نبض حد بيموت من الخوف. وفي ليلة من الليالي واحد اسمه شادي كان صحفي بيدور على القصص الغريبة، قرر يدخل المستشفى عشان يحقق في اختفاء سامح. كان ماشي بكشاف صغير، وكل خطوة بتقربه من الحقيقة ومن الموت. أول لما دخل لاحظ حاجة مختلفة: في ريحة مطهرات قديمة، بس مزيج مع ريحة دم، كأن حد لسه مدبوح من دقيقة. وقبل ما يتحرك خطوة لمحت عينيه حاجة على الأرض: موبايل سامح واقع وشاشته مكسورة وفيها تسجيل صوت. ضغط عشان يشغله، الصوت كان واضح: سامح وهو بيصرخ: شادي لو لقيت التسجيل ده ما تدخلش العملية لسه شغالة. وبعدها صوت السكينة وصوت خطوات تقيلة وصوت الدكتور الممسوخ بيضحك ضحكة بتخترق العظم.
شادي اتجمد، لكن الفضول كان أقوى من خوفه وابتدى يمشي ناحية الممر رقم 2. الممر المرة دي ما كانش ضلمة، كان منور كله بنور أبيض قوي لدرجة إنه يحرق العين. لكن على الحيطان كان في ضحايا متعلقين بخيوط طبية، أجسامهم مفتوحة وكأن الدكتور كان بيدرسهم ولسه سايبهم يتنفسوا ويتعذبوا. واحد منهم فتح عينيه بصعوبة وبصوت مبحوح قال لشادي: اهرب أرجوك، هو بيلعب بينا، بيقطع ويلم ويعيد نفس العملية كل ليلة واحنا ما بنموتش لكنه بيستمتع. وهنا ظهر الدكتور المشوه من آخر الممر، بس المرة دي كان ماسك مشبك جراحة ضخم والدم بينزل منه بمعدل ثابت، وقال بصوت منخفض جدا: مريض جديد ولا صحفي؟ الاتنين بيفتحوا نفس الفتحة. شادي أضاء عليه بالكشاف، فجأة لاحظ إن الدكتور مبيقفش على رجليه، كان بيتحرك على أطراف طويلة زي العنكبوت. وبمجرد ما شادي استوعب الدكتور نط عليه بسرعة غير بشرية. شادي جري دخل أوضة كبيرة، واضح إنها كانت أوضة عمليات رئيسية، واللي شافه هناك وقف قلبه حرفيا. كان في سرير عمليات وعليه جثة، لكن الجثة دي لسه بتتنفس. ومرة واحدة الجثة اتقلبت وفتحت عينين حمر، وبصوت مش طبيعي قاله: أنا سامح بس مش زي ما كنت، هو رجعني بس غلط قوي. وقبل ما شادي يهرب الدكتور دخل الأوضة وسحب السكينة وقال: العملية الليلة وهتبقى مزدوجة. الهوا بقى تقيل، الإضاءة بتتقطع، الأجهزة بتقول نبض غير مستقر، والباب قفل. وصوت شادي وهو آخر صوت خرج صرخة طويلة وبعدها صمت. في اليوم اللي بعده الناس شافت نور المستشفى بيولع فجأة، والنوافذ كلها اتقفلت وتم تسجيل حالة اختفاء جديدة. لكن المرة دي لقوا جهاز تسجيل على الأرض مكتوب عليه بخط دم: الدور عليك. وبعد اختفاء شادي الشرطة حاولت تدخل المستشفى، لكن كل مرة يقربوا أجهزة الاتصالات تتلخبط والكشافات تطفي والحراس يقسموا إنهم شافوا دكاترة واقفين جنب الشبابيك رغم إن المبنى مقفول رسميا ومهجور من سنين. لكن في ضابط واحد، ضابط حسام، راجل كبير وخبرته طويلة، وكان هو آخر واحد فتح ملف المستشفى زمان وقبل ما يتقفل بسبب حوادث غامضة. لما سمع باختفاء شادي قلبه اتقبض، لأن شادي كان ابنه الوحيد، وهو اللي كان دايما ضده إنه يروح يدور على القصص دي. الضابط حسام دخل المستشفى لوحده ومن غير ما يبلغ حد. أول ما عدى الباب حس ببرودة غير طبيعية، نفس اللي حسها كل حد دخل، حاجة بتلسع في الجلد. وبعدها لاحظ حاجة: الممر رقم 2 منور لوحده. مشي بإيده على الحيطة لقى باب مكتوب عليه بخط مقلوب ملف رقم 0. فتح الباب ولقى أوضة مليانة ملفات قديمة عليها دم ناشف، بس في ملف واحد جديد أحمر وعليه تاريخ اليوم وعليه اسم ابنه شادي حسام. ايده ايده اترعشت وهو بيفتحه، واللي شافه كان أكبر من أي عقل ممكن يستوعبه. ورق مرسوم عليه جسم الإنسان متفتح بالكامل، وكل عضو عليه تعليق بخط بشري بس مكتوب غلط، كأن اللي كاتبه مش فاهم تشريح، يمكن بيتعلم. آخر صفحة كان عليها صورة شادي وهو على سرير عمليات وعينيه مفتوحة بس مش شايف. تحتها مكتوب: العملية لم تكتمل، نحتاج عينة أخرى. في اللحظة دي الإضاءة اتقطعت وسمع صوت خطوات، بس مش صوت بشر، صوت حاجة بتمشي بإيدين ورجلين، وصوت احتكاك معدن في الأرض، وصوت نفس متقطع زي حد بيتنفس بالعافية. ولما النور رجع للحظة شاف الكائن، كان هو الدكتور المشوه، بس كان أكبر، كان أجزاء جديدة متخيطة عليه، جثث، حتت من ناس، ووش واحد منهم كان وش سامح متعلق من الرقبة. حسام رفع سلاحه بس المخلوق ضحكة سخيفة وطلع صرخة شقت الممر كله: اتأخرت، ابنك تحت السكينة. الجدران بقت بتتموج، الحيطان بدأت تنزف دم، والملفات وقعت لوحدها. الضابط جري ناحية غرفة العمليات، فتح الباب بقوة ولقى شادي جسمه مفتوح بس لسه عايش وعينيه بتدمع من غير صوت. قال له بصعوبة: بابا اقفل المستشفى، عايزنا احنا الاتنين. وفجأة سمع صوت وراه: تك تك تك، وصوت سحب سكينة على الأرض. الدكتور كان داخل مستعد والنور قطع. الصرخات اللي سمعت بعدها محدش قدر يفسرها، بس سكان المنطقة قالوا انهم شافوا نور العمليات بينور والازاز بيتهز وصوت رجلين بيجري، وبعدين ولا حاجة. وفي الصبح لقوا قدام الباب ملف جديد لونه اسود مكتوب عليه: انتهى الجزء التجريبي، الدفعة القادمة تبدأ قريبا. بعد اختفاء حسام الشرطة اعلنت ان مفيش اي حد يدخل المستشفى، لكن الحقيقة كان في شخص تالت
شخص محدش يعرف انه دخل. مروان، صاحب سامح. مروان كان ساكت طول الوقت بس جواه نار. هو اخر حد شاف سامح الليلة اللي اختفى فيها، واخر حد وصل له رسالة صوتية على واتساب فيها صوت الدكتور وهو بيضحك. مروان دخل المستشفى من القبو بتاعها، وهو ما يعرفش ان القبو هو اخطر مكان في المستشفى. القبو كان شكله متآكل، الاسمنت متشقق، المية بتقع من السقف نقطة ورا التانية. بس اللي كان غريب ان المية كانت حمرا، حمار خفيف، مش لون صدى، لون دم خفيف. كان ماشي بالكشاف، فجأة الأرض اتهزت تحته كأنها دقة قلب. بعد كده تاني، أبطأ لكن أوضح، لحد ما اكتشف إن القبو كله جسم حي بينبض. مروان وقف مذهول، وبعدين سمع صوت زي تنفس، بس تخين وخشن وبطيء، جاي من غرفة في آخر القبو. بابها حديد قديم مكتوب عليه ممنوع الفتح، غرفة النبض. الاسم لوحده يكفي يخوف أي إنسان. بس مروان فتح الباب، اللي شافه كان أبعد عن عقل البشر. الأوضة كلها كان فيها كتلة لحمية ضخمة مرتبطة بالجدران بأسلاك طبية، وتحتها أنابيب بتسحب دم بشر. الكتلة دي كانت بتنبض وبتتفتح وتقفل زي القلب، بس أكبر من قلب إنسان بعشرات المرات. وفوق القلب ده كان فيه أفلام أشعة وصور عمليات وخرايط لجسم الإنسان، وبينهم ورقة قديمة جدا مكتوب عليها مشروع إعادة إحياء المرحلة الأخيرة. مروان قلبه وقف، لكن قبل ما يلحق يستوعب ظهر وراه الدكتور المشوه، بس المرة دي مش شبه بني آدم. كان جزء منه متعلق بالكتلة دي، كأن القلب ده هو اللي بيشغله بيغذيه وبيكون منه دكاترة جداد. الدكتور قال بصوت رخم قوي، كأنه طالع من تجويف صدري فاضي: أهلا بالعينة التالتة، مستشفى الحياة محتاجة قلب جديد. ورفع ايده، مش مشرط المرة دي، لكن ايد معدنية طويلة زي إبرة تخدير عملاقة بتلمع بشكل مخيف. مروان طلع يجري، لكن الأرض بدأت تلزق وتلمع، وبقى ماشي فوق طبقة دم جديدة. الدم كان بيجري تحت رجليه زي موج. النور قطع وظهر قدامه باب عليه لوحة: غرفة شادي حسام. فتح الباب ولقى شادي، بس مش زي ما هو، جسمه متخيط بطريقة غريبة، نصه بشري ونصه شكله مصنوع، وعينه سودا، وقلب صوت هادي وصوت مفزع: اهرب، اهرب، انا معدتش انا، بس المستشفى لسه جعانة. وراه الدكتور جاي، والغرفة بتتهز، والقلب بينبض أسرع أسرع أسرع، والدم بيغلي. آخر حاجة شافها مروان كانت إبرة الطبيب وهي داخلة في صدره، والقلب العملاق بيصرخ صرخة كأنها تنفس وبعدها سقوط تام. وفي الصبح لقوا بره المستشفى خرطوم طبي عليه دم دافي وبصمات 3 أشخاص، لكن مفيش ولا جثة. وباب المستشفى مقفول لوحده، وبدأ النبض من جوه أبطأ لكن واضح وبيزيد، وكأنه مستني الضيف الجاي. وبكده نكون قفلنا الحكاية، بس الحاجات اللي بتتحرك في الضلمة لسه ما قفلتش عليك. قبل ما تمشي اسمعني كويس، في ناس بتطلع من الفيديو، وفي ناس الفيديو بيفضل ماشي معاهم. لو حسيت بأي حاجة غريبة حواليك بعد اللي سمعته، يبقى افتكر ان القصص دي عمرها ما بتموت. دوس لايك واشترك في قناة الإشارة السوداء، عشان لو فوتت حلقة ممكن تلاقي اللي جوه الحكاية هو اللي بيدور عليك. خليك فاكر، الضلمة عمرها ما بتسيب حد يرجع زي ما دخل. اشوفكوا المرة الجاية، ده لو فضلتوا موجودين.